مرحبا يا شباب. اليوم عندنا الحلقة 44 من كابشن. Let's go. أفغانستان كلياتنا شفنا بالأسبوع الماضي الموضوع يلي كل نشرات الأخبار عم تحكي عنه. يعني قدام تقلب أنت تمسك الريموت تقلب بالتلفزيون، نشرات الأخبار كله عن أفغانستان، كله على هذا الخط، وهو انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان بعد 20 سنة. بعد 20 سنة من دخول الجيش الأمريكي على أفغانستان لدعم الحكومة ضد طالبان، فبعد 20 سنة وبعد كده هذا الدعم العسكري طلعت أمريكا مثل ما فاتت وطلعت ما في نتيجة. طلعت خلال كم يوم كان طالبان مسيطر على 3/4 أفغانستان. فنسمع شو هذا الرئيس الأمريكي في المؤتمر الصحفي عن Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not. Because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force. Your own intelligence community has assessed that the Afghan government will likely collapse. That is not true. Mr. President, some Vietnamese veterans see echoes of their experience in this withdrawal in Afghanistan. Do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam, with some people feeling None whatsoever. Zero. So the question now is, where do they go from here? That the jury is still out. But the likelihood there's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. هذا الحكي حكاه بايدن قبل انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان شغلت شهر تقريبا، شهر وشوي، ما بعدش تقريبا، بس تقريبا شغلت شهر كان هذا المؤتمر حكى فيه هذا الكلام. طبعا بعد هذا الكلام طلع بمؤتمر تاني أو طلع بمقابلة تانية وحكى كلام هو معقول إنه زي كيف اب وهذا الكلام. طب هلا أنا برأيي أنا هن حكومة عم تدعمون أنت 20 سنة بالسلاح وبالمال، وبعد 20 سنة إنه ما في نتيجة. يعني ولما أول ما صار الموضوع بعد قربوا إنه خلاص لما سيطروا، يعني لما سيطروا الحكومة ما عاد تقدر تقاوم، هرب الرئيس الأفغاني هرب هو و200 ضابط. الرئيس الأفغاني الآرب يعترف بانتصار طالبان ويعلل هروبه من البلاد بمحاولة حقن الدماء. مقاتلو طالبان الآن وصلوا إلى القصر الرئاسي، وبالذات الغرفة التي كان يستقبل فيها الرئيس الأفغاني الضيوف الأجانب. في فيديو نشرته السفارة الروسية بأفغانستان بيقول لك إنه أخذ معه أموال، طلع بالطيارة ما معه أموال وشناتي معباية أموال، ما وسعوا الطيارة، فاضطر يترك جزء منهم على مدرج الطيارة. هذول الأوائل اللي أخذهم معه. فيعني أكيد هيك حكومة أنتم وهيك ضباط قاعدين 20 سنة
تاخذوا مصاري، وأنت أكيد عم تسرقوا يعني، وإلا يعني لو 20 سنة يعني ما انتصرتوا هلا يعني أكيد في فساد يعني، أكيد المصاري اللي عم تعطيكم إياها أمريكا عم تسرقوه يعني، أكيد يعني أمريكا ما حضروا طول العمر يعني ظلت 20 سنة يعني عم تدعمكم وبالأخير ما في نتيجة يعني. لو ما كنتوا شلة حراميين كنتوا جبتوا نتيجة يعني ب20 سنة يعني أنا ما بلوم أمريكا، لأنه أمريكا بتلحق مصالحها، هي مصلحتها إنه تنسحب خلاص، ما عاد لها مصلحة يعني، صار لها 20 سنة عم تدعم، بالأخير يعني مثل ما فاتت مثل ما طلعت، بالأخير هن شايفين إنه يعني قعدتوا على الفاضي، فقال خلاص بنسحب يعني، بكفي اللي خسرناه لهلا وما بدنا نخسر كمان خسائر مادية يعني. مصر كلياتنا سمعنا الفترة الماضية يعني إنه كل فترة نحن بمصر بيغلوا الأسعار، شي بيغلوا أسعار البنزين، شي بيغلوا أسعار السولار، شي بيغلوا أسعار الكهرباء وشرايح الكهرباء، يعني ما بقي غير شغلة واحدة يعني، ما بقي غير تصل الخبز يعني ما بقي غير يغلوا الخبز، ما بقي غير هيك. غلوه فعلا هن غلوه. نزل قرار الأسبوع الماضي في مصر برفع أسعار الخبز. لها وقفة عند مسألة زيادة سعر الرغيف. الرئيس عبد الفتاح السيسي قال بعبارة مهمة: حان الوقت. حان الوقت. حان الوقت. حان الوقت. ايه الوقت ان رغيف العيش ابو 5 ساغ ده يزيد ثمنه؟ سعر الرغيف لا يجب ان هو يظل عند 5 ساغ. وعايزكم يا جماعه واحنا بنسمع الكلام نفكر يعني نفسي احنا نضرب مش معقول 20 رغيف بثمن سيجاره، 20 رغيف بثمن سيجاره. دي السيجاره. انا السيجاره اكتشفت ان هذه السيجاره تساوي 20 رغيف من ده، 20 من ده. علبه السجاير النهارده ب 20 جنيه، ولو جبت ولاعه تبقى ب 22 جنيه. مش معقول واحد ياخد سندوتش. تمام، هايل. ناس كثيره جدا جدا العاقلين والراشدين بيؤيدوه. يسعدني ويشرفني كأستاذ للشريعة الإسلامية أؤيد القرار الصائب، قرار الجريء القوي الموضوعي الواقعي، ترشيد الدعم لرغيف الخبز. كان المفروض ان هو يتم من زمان قوي. انا شايف ان هذا هو العدل المؤجل. انا على المستوى الشخصي كرئيس شرطة مخابز كنت اتمنى بدل ما يتحرك سعر الرغيف يتحرر الرغيف كله. طبعا بالتاكيد هتزعلوا وتقولوا ده احنا شايف الرغيف عمل ايه. الحقيقه دايما لازم نكون كلنا داعمين لقرارات الوطن. اي قرار بيتاخد يا انت بتدعم قرار عشان بلدك، عشانك وعشان ولادك. انا على المستوى الشخصي كرئيس شرطة مخابز كنت اتمنى بدل ما يتحرك سعر الرغيف يتحرر الرغيف كله. طبعا بالتاكيد هتزعلوا وتقولوا ده احنا شايف الرغيف عمل ايه. الحقيقه دايما لازم نكون كلنا داعمين لقرارات الوطن. اي قرار بيتاخد يا انت بتدعم قرار عشان بلدك، عشانك وعشان ولادك وعشان عيلتك. لازم نحيي الرئيس. اللي عمله سياده الرئيس عبد الفتاح النهارده ده انتفاضه زيها زي ثوره 2011 ضد. خبز مو مضر، الدخان هو المضر يعني. بالعكس يعني لازم يكون سعر السيجارة ب50 رغيف، ولازم يكون سعر السيجارة أغلى مشان العالم ما تدخن. وبيجي بغلي الخبز حتى يصير بسعر السيجارة. الواحد بدل ما اشتري خبز باخذ لي سيجارة يعني. لا، والشيء المضحك المبكي بالموضوع انه هذا الاعلام نفسه يلي هلا طلع وكان مع القرار تبع زيادة سعر الرغيف، هن نفسهم حكوا كلام مختلف قبل هلا ودافعوا عن الموضوع ورفضوا اي رفع سعر للخبز.
رغيف الخبز للمواطن المصري ب5 سنت حركات التومين وعدم الانفاق بسعره موجود وفي دولة في العالم تشتري 20 رغيف بجنيه في دولة. ايوه كده اشتغل معايا. رغيف الخبز المدعم سيباع ب5 قروش دون تعديل. سعر الرغيف لا يجب ان هو يظل عند 5 سنت. يسلم بقك يسلم بقك. دعونا نقول رغيف العيش خط احمر ونقول له سياده الرئيس يا سياده الرئيس والله يا فندم قرار سليم. بص الناس في مصر مسميه الرغيف عيش، فلو عنده مشكله في العيش اللي بيجي له ده فاحنا قدام مشكله حقيقيه. نعم آن الاوان لزياده سعر الرغيف. هو ده يجب الا تمتد ايد الحكومه على ارغفه المواطن البسيط. الرئيس اتخذ قرارات مصيريه لا يجرؤ ولم يجرؤ اي رئيس اخر ان هو يتخذ هذه القرارات. من عزي الشعب الجزائري بوفاة 42 شخص بين مدنيين وعسكريين نتيجة الحرايق اللي صارت في الجزائر، والله يرحم الضحايا ويصبر أهلهم وذويهم. من التفاصيل معي بالاستوديو المركزي السيد ولد محمد يوسف. ولد محمد يوسف محافظ الغابات لولاية تيزي وزو، هل تم رصد الأسباب الحقيقية اللي أدت إلى نشوب مثل هذه الحرائق؟ أسباب طبيعية الحرائق، لأن لازم تعرفوا أن الحريق عامل طبيعي في حياة أي تكوين نباتي. العلماء لاحظوا أن كل 100 عام يندلع حريق في الغابة هذيك يساعدها على إعادة بعث حياة تاعها. أسباب اندلاع الحريق لأن لا يتم إجراء فيها أشغال وقائية. لأن الأهم للنجاح في حملة مكافحة الغابات حرائق الغابات هي الاستباقية. هذه أسباب اندلاع الحريق، يعني عدم القيام بأشغال الوقاية. على حساب التجربة تاعنا أن هذا يعني الحرائق مفتعلة مستحيل أن تكون طبيعية. هذه الحرائق 100% تكون حرائق إجرامية. هذا النوع من الحرائق عادة ما يكون مشروع مخطط، يعني فيه ناس عندهم حقد على الجزائر، الهدف منه هو الإضرار بالدولة. لازم يحطموا الجزائر بكل الإمكانيات. الهدف تاعو تحطيم الجزائر اقتصاديا، وخاصة إذا لاحظنا طريقة اشتعال هذه الحرائق. إحداث أكبر قدر عدد من الخسائر. حرب بلا مواجهة مختارة بصفة دقيقة في تحويل الجزائر إلى مصير سوريا أو مصير ليبيا. خلق الفوضى، خلق الشك ما بين المواطنين والدولة، يعني زرع القطيعة ما بين الحاكم والمحكوم وتأليب المواطن ضد سلطته وضد. في عنا قصة ثانية كمان صارت في حرائق في الجزائر، يعني زادت الطين بلة. جمال إسماعيل شاب جزائري راح على منطقة الحرايق بالجزائر شان يتضامن مع الشعب اللي هنيك وبشان يعمل حملة جماعة تبرعات. خوتي بالمناسبة الأليمة والحزينة اللي تعيش فيها منطقة القبائل، كما يقولوا أهلنا وخاوتنا وحبابنا وولادنا، الله يرحم جميع من مات. وإن شاء الله هذه ليكيب اللي واقفة الله يعطيهم الصبر. أنا البارح جيت في الليل ما رقدتش وجيت نوقف مع خوتي، عطاولي درس للتضامن للشجاعة وللقوة. عطاولي درس للتضامن للشجاعة وللقوة. ونتمنى لجميع الجزائريين يلعب الدور ديالو. اجتمع أهالي المنطقة وراحوا قتلوه وحرقوا جثته بعد ما قتلوه. بهالمناسبة بحب ضم صوتي لصوت أهالي الجزائر اللي طالبوا بمحاسبة هذول العالم اللي تصرفوا بقانون الغاب وبدهم يطبقوا القانون هنن وبدهم يطبقوا شريعة الغاب
وبدهم ياخذوا حقهم بإيدهم. سوريا كلياتنا سمعنا، أو ما فز كلياتنا سمعنا ولا مو كلياتنا، عن أستاذ الجامعة بالحسكة بسوريا بجامعة الفرات يلي طلع له فيديو انتشر على السوشيال ميديا وهو عم يبتز طالبة عنده جنسيا مشان ينجحها بالامتحان. آي علي آي اجي عليك يا حبيبتي، لي بدي اشوف وشك يا حبيبتي، انت حبيبة قلبي، رورو انت حبيبة قلبي، والله لا اسعدك، بس ابسطيني انت. آي معطيبون اخي معطيبون، ارسلي لي صورتك حبيبتي، والله انا بحبك. ارتخي ارتخي فرجينا حالك ايه، خلينا نشوف وشك، خلينا نشوف وشك حبيبي. طبعا هو الاستاذ الجامعي طلع يبرر هذا الحكي، وطلع قال كلام يعني مثل ما بيقولوا يعني عذر اقبح من ذنب. طلع وبرر وقال انه هدول انه صفحات وهمية على الفيسبوك، في ناس على الفيسبوك على صفحات وهمية بأسماء وهمية هددوا بمرض أولاده مشان يطلع بهيك فيديو. يعني تبرير مو منطقي وعذر أقبح من ذنب يعني، ومبين يعني مبين إنه الفيديو حقيقي يعني، مبين يعني ما بتعمل هيك ما بتعمل هيك فيديو تحت التهديد يعني، لأنه يعني يعني عادي يعني ما دام in public there's no feeling so what. رمضوسة in public ما فيهاش feelings so what. والصراحة يعني الصراحة إنه أنت بتستاهل البهدلة اللي تبهدلتها، ولازم يفضحوك أكثر من هيك، ولازم ينشروا غسيلاتك على السوشيال ميديا كلها على كله، يعني ما يخلوا موقع ما يحطوا الفيديو تبعك فيه عشان تكون عبرة لمن يعتبر. وهلا عنا فقرة فيديو الأسبوع. الحقيقة يعني فقرة فيديو الأسبوع هذا الأسبوع هي حتكون عبارة عن فيديوهين مو فيديو واحد، لأنه يعني في فيديوهين الاثنين كانوا خرج إنه يكونوا فيديو الأسبوع، ويعني الاثنين يعني مهمين والاثنين لازم ينزلوا، والاثنين يعني حدث جديد صاير. فقلت بدل ما احط فيديوهات احط الاثنين لانه يعني الاثنين مهمين. لا مو بسعى اليوم الصينية شعرات الغابة لأنه معها مرض براسة وجلدة راسة. لا مو بسعى طلع فيني هذا، طلع مثلك هنا أحلى مثلك أنا، أحلى مثلك طلع فيني مش عارفين ما تشوفي ها أنا خضامة معك منيح. لا تقولي بسعى شوفي شلون طلع هون هاي حلقة مثلك أنا طبعا تقولي بسعى ها مش عارفين هلا هيك طلع فيني هون هاي حلقة مثلك كيف الإيدي يا من يلا في الإيدي يا الله مثل ما خلقت لك يلا يلا في الإيدي حلقة مثلك لكن ثاني مرة بسعى. يعني موقف إنساني رائع من حلاق سوري، بنت مريضة مع مرض جلدي حلق لها شعراتها على الصفر، وكانت زعلانة وتبكي، إنه هو تضامن معه إنه حلق شعراته، يعني مسك المكنة وحلق فيها شعراته، أعطاها المكنة هي خلاها هي تحلق له شعره. ما حدا يعني هذا الموقف ما حدا بيعمل هذا الموقف يعني يعني ذا الموقف إنه شلون يعني إنه حلق شعراته تضامنا معه، لأنه يعني قلة من الناس اللي حيعملوا هذا الشيء ويحطوا بالموقف نفسه.
بدي أعلق على هاي الفيديو يعني إنه قديش إنه هن العالم هدول قديش هن دراويش يعني، وقديش إنه خايفين من طالبان، يعني قديش طالبان مخوفتهم. إنه منظر شلون راكدين على ورا الطيارة وبيأدوا بتبعية الدواليب، إنه شلون طالع الطيارة وبيوعى هو من الطيارة. يعني قديش كمية الخوف اللي خايفينه، حتى واحد يعلق حاله الطيارة يعني واحد يعني ما بعرف هن يا أما هن اللي هو يعني مبرر لحتى يطلعوا برات البلد، هن أصلا مو طايقين العيشة بالبلد يعني، فله طريقة إنه حجة إنه يطلعوا فيها، يا أما في خوف لهالدرجة. الواحد بيطلع بطيارة يتعلق بالدولاب تبع الطيارة، هسه طلع الطيارة ويوقع من الطيارة. حتى قديش كمية خوف من طالبان لحتى يعني حتى واحد يزت حاله على التهلكة يعني، يطلع بالطيارة ومتعرق بالدولاب يعني، تطلع الطيارة أكيد حيوقع يعني، أكيد النتيجة إنه حيوقع. هي غير إنه في قالوا إعلام الأمريكي عم يقول إنه الطيارة وهي بالجو فسكروا الدواليب تبع الطيارة، فالأول ما تسكروا منيح، فبعتوا مسؤول الصيانة يشوف شو القصة، فلقى أشلاء بني آدمين بقلب الغرفة تبع أو الحجرة تبع دواليب الطيارة. الأردن كلها سمعنا عن المظاهرات اللي طلعت بالأردن بسبب ارتفاع أسعار البنزين، فالناس نزلت على الشارع تعبر عن اعتراضها على هذا. فنسمع شو التبرير تبع الحكومة الأردنية حتى غلت أسعار البنزين. أن الدعم يذهب لغير مستحقيه في ظل وجود أكثر من 3 ملايين ما بين وافد ولاجئ على الأراضي الأردنية، حيث أكدت الحكومة الأردنية بأن هناك وخصصت دعما نقديا مباشرا سيذهب إلى مستحقيه، قامت بتوزيع أكثر من 4.5 مليون دولار مع ليلة الأمس، ولكن تؤكد دائما الفعاليات الشعبية بعدم المساس بقوت المواطن الأردني. للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من لندن الخبير النفطي مصطفى بازركان. أستاذ مصطفى، يعني هل التراجع في أسعار النفط اليوم سببه ربما هو التخوف من تفشي فيروس كورونا أم الخلافات داخل منظمة أوبك؟ أحد الأسباب هو تفشي فيروس كورونا وتراجع الطلب على النفط وتوقعات أنه لن يكون هناك أي زيادة في الطلب على النفط خلال هذا العام. طبعا هلا هو الكورونا تسبب بمشاكل، تسبب بخسائر اقتصادية، هذا الشيء يعني لا أنا فيني أنكره ولا حدا تاني في ينكره، بس في بعض الدول للأسف يعني على الأغلب الدول العربية فصار عندهم الكورونا هو الشماعة، يعني الكورونا صار الشماعة تعلي عليها كل الأخطاء، مع أنه هاي الأخطاء موجودة يعني من قبل ما يكون في كورونا. يعني إذا قالوا لك والله أنت ما عندك كهرباء بقول كورونا، ما عندك مي كورونا يعني كل شيء كورونا كورونا كورونا، يعني عندك بطالة كورونا، عندك تصحر كورونا، كله كورونا كورونا، خلاص يعني انت صارت شماعة، يعني اي شغلة بتصير ما عندك كهرباء كورونا، ما عندك مي كورونا، عندك حرايق كورونا. وبنهاية الحلقة لا تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا زر التنبيهات.